طيب نحن كطلاب علم يعني يعني نسمى إن شاء الله يعني نتبع السلف وما أشبه ذلك. آه، كيف سنتعامل مع من يعني يسمى اليوم مثلا الإمام آه، فلان الفلاني مثلا في الحديث، النووي، ابن حجر، كذا كذا كذا. هل يعني له لطالب العلم أن يقول لا، هؤلاء عندهم شبهات، أنا علمهم كلهم لا يلزمني، هناك آخرون سألتزم معهم من أهل السلف من علماء السلف؟ حتى في مرة من المرات سمعت صالح العصيمي حفظه الله، الشيخ صالح العصيمي شيخنا، يقول يعني سمى، يمكن كتب منظومة وسمى آخر المنظومة أو ما أشبه ذلك، وسمى بعض الناس تجنب ذكر ابن حجر والنووي، ذكر ابن رجب، ذكر ابن تيمية، ذكر العلماء الكبار يعني شيخنا، الذين هم يعني نعرف عنهم عقيدة صافية. ماذا نفعل نحن شيخنا مع هي الأشياء؟ يعني نعترف بعلمهم، ناخذ بعلمهم. أنا والله أجد شيء في نفسي بصراحة عندما يعني أقول قال النووي، أنا أجد شيء في نفسي سبحان الله لا أقبلها يعني. طيب بشكل عام، أولا بالنسبة للشيخ العصيمي هو يدرس كتب، يعني يدرس حتى كتب للجويني وكذا، يعني ما يستغني عنهم. لكن على العموم الأصل في ذلك أنك إذا وجدت علما صنف فيه السلف فأنت لا تحتاج فيه إلى الخلف، وإذا صنف فيه أهل السنة فأنت لا تحتاج فيه إلى أهل البدعة. لكن أحيانا يكون إنسان من أهل البدعة بغض النظر ما اسمه، يكون عالما في مجال من المجالات، إنسان لغوي. أحد المعتزلة، ما بدي الآن مشان ما يصير دعاية له، أحد المعتزلة كتب كتابا في اللغة، هذا الكتاب أنا قرأته واستفدت منه، فهو في اللغة إنسان متقن، ولكن عنده بعض المفاسد في كتابه. كل إنسان لا بد من أن يضع في كتبه أشياء من عقيدته وأشياء يدعو إليها بطرق مباشرة أو غير مباشرة، لكن المقصود كتابه هذا كتاب نافع، أنا قرأته واستفدت منه. غيره كتب في علم الحديث كتاب نافع، غيره كتب في أصول الفقه كتاب نافع. إذا أردت أن أستغني عنها واستطعت أن أستغني عنها، طبعا من حيث أننا نستطيع الاستغناء عنها بشكل عام فطبعا، وإلا لو كان لا بد للإنسان أن يأخذ بهذه الكتب لكان السلف على ضلال وعلى جهل، وإلا هذه الكتب لم تكن على زمانهم. ولكن هناك بعض الناس جمع لك أقوالا، جمع لك حديثا، جمع لك أحاديث من صحيح البخاري، انتقى لك 20 30 100 حديث. من أين جمعها؟ من كتاب إمامنا. طيب خير، جمعتها والله أحاديث جيدة نقرأها، ما في مشكلة. قال جمع لك في أصول علم من العلوم كتابا معينا ولا كذا، وجدته يعني كتاب جيد لخص لك مسائل. يعني الآن مثلا إذا أردت أن تأتي بكتاب يساوي كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، أنت سألتني عن مبتدعة حتى لا يظن الناس أني أقول عنه مبتدع، لا أنا أقصد مثال كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، لن تجد كتابا قبله مثله. أنا لا، بالنسبة لي لا أعرف، بحثت كتاب الأصول الثلاثة له لن تجد قبله مثله. طيب هل هو جاءها من عنده؟ كتاب التوحيد كله أحاديث، لكن هو جمع جمعا معينا في هذا الكتاب وكان الجمع جيدا. كتاب الأصول الثلاثة أيضا هو ما جاء بشيء من عنده، من ربك ما دينك من نبيك فقط، لكن الجمع بهذه الطريقة لم يسبق إليه، فهو لخص لك هذه المسألة. الآن نسقط الأمر، لو كان مبتدعا لخص لك مسألة وهذه المسألة هي موجودة في الكتب لكن هو لخصها لك. أخبار الملائكة لم يجمع فيها أحد بحسب علمي قبل السيوطي، هو فقط انتقى من هذه الكتب وجمع لك إياها. أنت إذا أردت أن تستفيد من هذا الكتاب ستستفيد، وإذا أردت أن تهمل السيوطي ستقرأ هذه الأخبار في الكتب، في الكتب المسندة وكتب أهل العلم من أهل السنة. لكن هو خفف عليك عبء هذا الجمع وعبء هذا البحث عن هذه المسألة،
فقط هذه هي النقطة. فتستطيع أن تستفيد منه، ولكن تنتبه إلى المواضع التي قد يكون قد يعني ذكر فيها ما يتعلق بعقائد باطلة أو تأويلات أو ما شابه ذلك.